70 عاما مرت على انتصار الجيش السوفيتي على النازيين، ومنذ ذلك الحين تشهد روسيا عروضا عسكرية تخليدا لهذه الذكرى العظيمة. عرض هذا العام يعد الأضخم وتعرض فيه أسلحة للمرة الأولى، يشارك فيه أكثر من 16 ألف عسكري، نحو 200 قطعة عسكرية وحوالي 150 طائرة ومروحية مقاتلة وعتاد آخر. أبرز الأسلحة التي تشارك في العرض من الدبابات والعربات المدرعة دبابة T-14 أرماتا. تصنف هذه الدبابة على أنها الجيل الثالث من الدبابات الروسية، كما أنها تتفوق على مثيلاتها الأجنبية لناحية التقنيات الحديثة. أبرزها مدفع أوتوماتيكي من عيار 125 ملم ذو تحكم آلي عن بعد، رشاش مضاد للطائرات ذو تحكم آلي، قادرة على التزود ب40 نوعا من الذخيرة مختلفة الوظائف، كما تضم مقصورة مدرعة معزولة عن باقي أجزائها تتسع ل3 أفراد. من بين الأسلحة أيضا المدرعة القتالية كورغانيتس 25. تتميز كورغانيتس بأنها مصممة من مكونات يتم تبديلها. تتضمن أسلحتها مدفعا آليا من عيار 30 ملم، 4 منصات معدة لإطلاق صواريخ كورنيت الموجهة. ننتقل الآن إلى عربة الإنزال متعددة المهام راكوشكا إم. هي مدرعة برمائية مجنزرة تستخدم لتنفيذ مهمات الإنزال الجوي والبحري. أيضا الناقلة المدرعة بوميرانغ تستخدم لنقل الوحدات الفرعية ودعمها أثناء المعارك، كما أنها قادرة على التصدي للآليات المضادة للدبابات والمعدات ذات الدروع الخفيفة. المدرعة أو المدفع ذاتي الحركة كواليتسيا SP. هذه المدرعة قادرة على تدمير معدات نووية تكتيكية إضافة إلى الدبابات والمواقع المحصنة. أخيرا عربة تايفون كا. العربة قادرة على الحماية من انفجارات الألغام والرصاص إضافة لتنفيذ مهمات أخرى. ننتقل الآن إلى أبرز منظومات الصواريخ والدفاع الجوي التي تعرض على أرض الساحة الحمراء. المنظومة الصاروخية اسكندر تعتبر هذه المنظومة من الأسلحة عالية الدقة، إذ تستطيع إصابة أهداف وتدميرها على مسافة 300 كيلومتر. المنظومة الصاروخية المضادة للطائرات بوك M2 وتور M2. هذه المنظومة مصممة لإصابة الصواريخ البالستية بالإضافة إلى الطائرات ذات الأغراض التكتيكية والاستراتيجية. المنظومة المضادة للطائرات بانتسير S1. هذا النظام مصمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية المختلفة، كما أنه يتميز بقدرته على مجابهة جميع أنواع المقاتلات. لدينا أيضا المنظومة الصاروخية المتحركة يارس. تتميز بمقاومتها العالية لآثار الانفجار النووي والقدرة على تدمير المواقع العسكرية المهمة. المنظومة الصاروخية المضادة للطائرات S400. تمتلك هذه المنظومة قدرة على رصد الطائرات التكتيكية والاستراتيجية وتدميرها من على بعد 400 كيلومتر، كما تستطيع تدمير الصواريخ البالستية وكروز وطائرات الشبح. أخيرا نستعرض القوة الجوية والتي تشمل الطائرات والمروحيات القتالية. مقاتلات ياكوفليف 130 التي تحلق للمرة الأولى في الساحة الحمراء. إضافة إلى تنفيذ مهمات الاستطلاع والدعم والإسناد، تكمن مميزات الطائرة في قدرتها على حمل نحو 3 أطنان من الصواريخ والقنابل. الساحة الحمراء تشهد تحليق أنواع عدة من طائرات سوخوي، من بينها سو 25 وسو 35 وسو 30 وسو 34. لنأخذ على سبيل المثال المقاتلة سو 34. تتميز المقاتلة بقدرة فائقة على المناورة، كما أنها مجهزة بتقنيات تفوق مثيلاتها الأجنبية، وتستطيع حمل صواريخ موجهة من طراز جو جو وجو أرض. الآن إلى قاذفة توبوليف الاستراتيجية، إذ تشارك في العرض تو 95 MS وتو 22 M3 وتو 160. هذه القاذفة تتميز بأنها تعمل بسرعة تقارب سرعة الصوت عند الارتفاعات المنخفضة، وتفوق سرعة الصوت عند الارتفاعات العالية، كما أنها قادرة على التزود بأنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الاستراتيجية والذخائر التقليدية والنووية. أخيرا مروحيات ميل من طراز مي 28 ومي 29 ومي 35. مي 28 تستخدم لرصد الدبابات والمدرعات وتدميرها ومكافحة المروحيات والطائرات الخفيفة، كما يمكنها القيام بأداء مهماتها ليلا ونهارا وفي مختلف التضاريس.